هذول الحاكم والأمير رايحين الجامع الراجحي بيبيعون تمر، الله يجزاهم خير. خلهم يتعودون على التجارة. أنا عندي قناعة أن الأولاد من الصغر لابد يعودوا على البيع والشراء وعلى مقابلة الناس والتكسب والرزق وغير ذلك. ولذلك قبل أسبوعين رحت للقصيم بشتري تمر للبيت، تمر يعني مكنوز مثل ما يقولون، وشريت كمية زيادة قلت عشان تبيعونها عند المسجد. وكان معي أولادي الثلاثة، الحاكم والأمير وسعود. فاليوم راحوا مع السواق، هذراهم عن جامع الراجحي. ما أدري عاد وين وقفوا. أنا صليت في المسجد المجاور للبيت وجيت. خلني أشوف بس وين وقفوا، كيف طريقة بيعهم. هذراهم. ها بتبيعون؟ يلا راح بسرعة. الله يصلحك. الظاهر هم جو متأخرين فما لقوا لهم مكان يوقفون فيه. عاش اليوم البيعة الظاهر ما هي ضابطة معهم. هذول تعال هذول الشباب بس عاد شكلهم جو متأخرين. ما شاء الله ما هو بشاريين أحد منهم. الله يجزاك. السلام عليكم، الله يصبحكم بالخير. أنا توني واصل الجامعة اليوم، بأختبر طلابي وهذا آخر فصل لي في التدريس في الجامعة. أنا عملت في الجامعة سنوات طويلة، وقررت حقيقة أني أغير مجال عملي يعني. بسم الله، خلنا ندخل المواقف. فكرتينا مواقفنا يا الدكاترة. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله. يلا الاختبار كل واحد على كرسيه. رجاء هذا أصعب اختبار في حياتي. يلا جلسوا يلا. هذا بيختبر معكم. ترى ممكن يتحول جني ويغشش، انتبهوا. هذول الشعبة الثانية من طلابي جزاهم الله خير. أنا والله أدعي لكم من أمس، الاختبار صعب جدا، أصعب اختبار في الجامعة اليوم. الاختبار اختيارات ومقالي وكل أنواع الاختبار. ادخلوا، اللي مو مذاكر الله يعينك، الله يسلمك. بطلع أشوف الشعبة الثانية. والله ما شاء الله عليهم الشباب، شكلهم ما شاء الله أمورهم زين، عسى الله يوفقهم. السلام عليكم. عليكم السلام. الوضع ماشي؟ فزعة شيء تغشيش؟ السلام عليكم. أني كويستشن عن الأسئلة يا شباب. ها بمشي ترى، بروح الشعبة اللي تحت. يلا السلام.